والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. بعد الأحداث التي حصلت في سوريا وخاصة المناطق العلوية كله من الساحل والأذقية وطرطوس، نرى أغلب الإعلام العربي يضرب الصمت، لكن اليوم بضيافة وبحضور أستاذ محمد حسين جبر نائب الأول لرئيس اتحاد الصحفيين فرع العراق في البصرة. حياك الله أستاذ، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. ما دور الصحافة الصادقة من هذه الأفعال التي حدثت في سوريا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل الأحداث المتوالية اللي تشهدها الساحة السورية اليوم، نشهد ظلم كبير يقع على الشعب السوري اليوم، مختلف يعني طوائفه، سواء الطائفة العلوية أو الشيعة أو حتى يعني إخواننا المسيحيين. كل الطوائف الشيعية اليوم تحت ضغط وقسوة الجماعات المسلحة، ومع الأسف اللي هي مدعومة دوليا اليوم، وهناك غض للنظر عن كل يعني الجرائم الوحشية اللي تقع على الشعب السوري. جزء كبير من الشعب السوري اليوم جاي يئن تحت قسوة هذه الجماعات، تحت عناوين ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان. وهناك مثل ما تفضلت صمت دولي على هذه الانتهاكات الكبيرة والمستمرة واليومنا هذا، يعني خصوصا بالفترة الأخيرة، يعني الثلاث أيام الأربع أيام الأخيرة شهدنا عمليات قتل ممنهج وعمليات تصفية ممنهجة وبأبشع الأساليب. اليوم نجد الذبح والقتل والتصفية بالمناشير الكهربائية إلى آخره، مع كل أسف. والمجتمع الدولي في صمت مطبق. نحن في اتحاد الصحفيين العراقيين فرع البصرة دائما ما نقف يعني موقف مع كل عملية أو كل حالة إنسانية، سواء بالعراق أو خارج العراق. واليوم احنا نقف بكل ما أوتينا من قوة مع القضية السورية، مع المظلومين الإخوان في سوريا بمختلف طوائفهم. نحن لا نقف مع طائفة معينة، نقف مع المظلومية، نقف مع الحق. نعم، للأسف نرى بعض الصحف وبعض الإذاعات والقنوات العربية والأوروبية تضرب الصمت عن هذه الأفعال، لكنكم اليوم كمجتمع بصري، كصحافة البصرة، كاتحاد الصحفيين العراقيين فرع البصرة، أشوفكم يعني اليوم دوركم ما شاء الله، مبادرتكم جميلة. نعم، أحسنتم. طبعا احنا بالعراق يعني أيضا يعانينا الأمرين في موضوع الإرهاب، ويعني العراق يعني تقريبا صار له سنتين ثلاثة شوية يتعافى، وإن شاء الله التعافي مستمر ودائم. العراق دائما نقول يعني يمرض ولا يموت. العراق بمختلف طوائفه، وخصوصا في موضوعة الحشد الشعبي، ويعني موضوع يعني النداء المرجعية الرشيدة، أدى هذا الموضوع إلى أنه يتحرر العراق في فترة زمنية يعني سريعة نسبيا. هاي التجربة والتجارب السابقة واللاحقة من الإرهاب اللي عانى من عدها العراق أدت إلى أن نكون حساسين إحنا كمجتمع عراقي هسه بصورة عامة، أو كاتحاد الصحفيين، تجاه هذا الإرهاب اللي يصير مع جيراننا. وبالتالي إحنا كاتحاد الصحفيين كجهاز صحفي، كجهاز إعلام، اليوم نجد على يعني على عاتقنا ومن واجبنا أنه نلقي الضوء على هذه المظلومية في يعني بالساحة السورية، بالجبهة السورية. وجاي نحشد اليوم أيضا لوقفة تضامنية إن شاء الله بالأيام المقبلة في سبيل أنه ننصر أو نصرة هذا الشعب المظلوم قدر الإمكان. أستاذ محمد حسين جبر، نائب الأول رئيس اتحاد الصحفيين، نشكر وجودك بهذا الوقت المتأخر وساعات الليلية، ونشكرك على الحضور. جزاك الله خير. شكرا.